دي ان اي مساء الخير. كل اللي سألوا ليه حزب الله واقف مع النظام بسوريا؟ ليه حزب الله غامر برصيده ومصداقيته وشعبيته العربية والإسلامية من خلال وقوفه إلى جانب النظام؟ ليه حزب الله عم يعرض مصالح طائفة كاملة للخطر من خلال دعم بشار الأسد؟ ليه حزب الله عم يخالف مبادئه الأخلاقية حول رفض الظلم من خلال دعمه لبشار الأسد؟ كل اللي سألوا هالأسئلة كان عم يجيهم جواب واحد: المقاومة. نظام الأسد جزء من منظومة المقاومة، جزء لا يتجزأ من محور المقاومة. أمين عام حزب الله حسن نصر الله راح أبعد من هيك. بذروة أعمال القتل والهمجية البعثية بحق السوريين اعتبر أنه كبار الأمنيين السوريين يلي قتلوا بتفجير دمشق وبينهم آصف شوكت اعتبرهم رفاق سلاح. ما في مناسبة مرقت حول سوريا إلا وكان حزب الله عم يقول نحن واقفين مع النظام لأن النظام واقف مع المقاومة. مش بس واقف مع المقاومة، بل هو نفسه هو كنظام برأي حزب الله نظام مقاوم. الأساس الأول موقف هذا النظام العربي من إسرائيل، من القضية الفلسطينية، من المقاومة، من حركات المقاومة، من المشروع الأمريكي والصهيوني بالمنطقة. بيقول لي شو الفرق؟ أنه أنتم مع الثورة بتونس، مع الثورة بليبيا، باليمن، بمصر، بالبحرين، بين أنتم موقفكم مختلف بسوريا. بنقول طبعا موقفنا مختلف لأن النظام في سوريا مختلف على الأسس نحن حكيناها. أولا هذا نظام مع المقاومة وضد إسرائيل. موقفنا من الوضع في سوريا وما يجري في سوريا أنا سأكون صريحا فيه وواضحا جدا. موقفنا الذي سأقوله بعد قليل وليس مفاجئا طبعا ينطلق من مجموعة عناصر. يعني ليش بنينا هذا الموقف؟ موقف سوريا من إسرائيل، من المقاومة الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، صمود سوريا بالرغم من كل الضغوط، موقف سوريا من مشروع الشرق الأوسط الجديد. إذا نحن أمام بلد مقاوم وممانع، نظامه، قيادته، جيشه وشعبه. طيب، موقف حزب الله هو بطبيعة الحال كموقف استراتيجي وكبير من قضية كثير مهمة هي مصير النظام السوري، هو بطبيعة الحال امتداد للموقف الإيراني، صدى وترجمة للموقف الإيراني. ما بصير انه ايران مقررة تحمي النظام وحزب الله يكون اخذ موقف مختلف. هذا امر بديهي ومبين بكل تصريحات المسؤولين الايرانيين. مثلا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي بيقول بعد لقاء بشار الاسد بآب الماضي ان ايران لن تسمح بان ينكسر باي طريقة محور المقاومة الذي تعتبر سوريا جزءا اساسيا منه. حتى الرئيس بشار الأسد بيقدم حاله كرئيس مقاوم وكرئيس ممانع، بل انه بنى نظرية طويلة عريضة ليه الربيع العربي ما واردة انه يقرب على سوريا. بمقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قبل أسابيع قليلة من اندلاع الثورة بسوريا بيقول بشار الأسد: لماذا سوريا مستقرة على الرغم من أن لدينا ظروفا أكثر صعوبة؟ ويضيف: على الرغم من كل هذا لا تجد الناس يخرجون في انتفاضة. لذلك فالأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات وليس فقط بالإصلاح، ولكنه متعلق بالعقيدة والمعتقدات والقضية. قضية بطبيعة الحال هي أنه النظام ممانع ومقاوم. إذا بالنسبة لحزب الله المقاومة هي الأساس. تحالف الأسد مع المقاومة هو معيار الحق والباطل قبل الثورة وبعد الثورة، مش مصير المدنيين، مش مصير الأطفال، مش الظلم والتهجير لمئات الآلاف من البشر أو ربما لملايين البشر. المعيار هو إذا النظام مع المقاومة أو ضد المقاومة. كل شيء تاني تفاصيل. قبل ما فوت على مسألة قديه حقيقة نظام الأسد نظام مقاوم، في عبارة لافتة بكلام نصر الله بدي ترجعوا وتسمعوها مرة تانية بليز. نحن أمام بلد مقاوم وممانع، نظامه، قيادته، جيشه وشعبه. طيب إذا المعيار هو المقاومة، وإذا رأي نصر الله أنه بسوريا النظام والقيادة والجيش والشعب كلهم مقاومين، ليه اختار من بين هالأربعة المقاومين يوقف مع النظام حصريا مع النظام؟ ليه ما لمسنا حماس للدفاع عن الشعب السوري قد ما في حماس للدفاع عن النظام؟ إذا الشعب كمان مقاوم وقف مع الشعب. أنت عم تقول إنه الشعب مقاوم، عظيم،
ليه مجبور توقف بين 4 مكونات مع النظام؟ هيدي مسألة مهمة كتير، مهمة لأنه حقيقة في شكوك حول قديها النظام فعلا مقاوم. ما في شكوك بالشعب السوري، في شكوك بالنظام قديها النظام فعلا عم يمارس المقاومة مش عم يتاجر فيها. آخر التصريحات الإسرائيلية اللي بتكشف قديها النظام ممانع، قديها النظام مقاوم، قديها النظام عامل قلق لإسرائيل، هي تصريحات للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بيقول بيريز: كانت الحدود مع سوريا هادئة لسنوات عديدة ونود أن تستمر على هذا المنوال. تخيلوا بلحظة ترنح النظام السوري، باللحظة يلي هالنظام عم ينتهي، باللحظة يلي كلمة هدوء هي آخر كلمة سمعها الشعب السوري، آخر كلمة بيتذكرها، الذكرى الوحيدة ببال الرئيس الإسرائيلي عن نظام بيت الأسد هي الهدوء، الحدود الهادئة بين سوريا وإسرائيل. الفضيلة الوحيدة يلي إسرائيل عم تمدح نظام الأسد بسببها هي الهدوء. الهدوء طبعا ما سببه توازن الرعب، ما حدا يضحك عليكم، ما سببه صواريخ حزب الله. هيدا هدوء من قبل ما يخلق حزب الله، من قبل ما تخلق إيران بقيادة الخميني. مش إنه هدوء عادي، هدوء مزمن مثل الديسك، مثل التكلس، قديم، هدوء من سنة 74. طيب طبيعي إنه بلحظة سقوط النظام يكون الرئيس الإسرائيلي عم يمدح النظام وفضائل النظام بالهدوء؟ هي كيف تنفهم؟ في ناس لما بتمدحهم أمريكا وإسرائيل بينبسطوا أو بيطمنوا، في ناس لما بتهجم عليهم أمريكا وإسرائيل بيقلقوا. أنا بقول لكم نحن لما تهجم علينا أمريكا وإسرائيل ورئيسا أكبر دولتين للاحتلال والقتل والإرهاب بيهجموا علينا، نحن نعتز، نحن نفتخر، هذا وسام شرف لنا. لو أنه أوباما مدحنا أو نتنياهو مدحنا كان لازم نعمل اجتماع طارئ على مستوى كل الهيئات القيادية بحزب الله ونقعد نقول يا إخوان نحن وين مغلطين، لك شو قصتنا، شو مساويين، شو معاملين، شو عاملين، وأن نعيد النظر بأنفسنا. طيب بشار وين مغلط؟ بشار شو قصته؟ بشار شو عامل؟ لازم يكون قلقان هلا لأنه بيريز عم يمدحه، لازم يكون عامل اجتماع على أعلى مستوى قيادي بحزب البعث ليناقش ويراجع ويعيد النظر بنفسه. لأنه إذا بشار فعلا مقاوم لازم إسرائيل ما تمدحه، لازم ما ينبسط إذا إسرائيل مدحته، لازم ما يطمن إنه إسرائيل عم تمدحه. هيدي هي بلسان نصر الله شخصيا معايير سلوك أي مقاوم. لازم بيريز يكون عم يقول عمره ما يرجع بشار الأسد، لازم يكون عم يحرض على بشار الأسد، لازم يكون عم يعمل المستحيل تيسقط بشار الأسد، وعم يذكر العالم بأسوأ شيء ممكن عن بشار الأسد مش بأحسن شيء. خصوصي انه اولاد المؤامرة الصهيونية الامريكية على سوريا هن يلي عاملين الثورة، وهول هن بذاتهم اولاد المؤامرة الصهيونية الامريكية صاروا تقريبا رح ينجحوا. شو عدا ما بدأ انه بيريز عم يمدح النظام المقاوم بتصريح هو عمليا ضد الشعب السوري الصهيوني المتأمرك العميل. والله العظيم مش معقولين هول الإسرائيليين، مع أساس نحن العملاء شو بكون؟ عن جد مش معقولين. تشتغل معهم، تتآمر معهم، بتعمل عميل، آخر الشيء بيروحوا بتشتشوا أخطر مقاوم بالعالم بشار الأسد. شو المصلحة؟ خلص خيي أنا رأيي ما بقى حدا يشتغل مع الإسرائيليين، كلكم روحوا اعملوا مقاومين مثل الرئيس بشار الأسد، ومن هونيك ورايح خذوا عمديح من بيريز والمجتمع الدولي. الأسئلة اللي سألتوها أو انسألتوا عنها حول هالموضوع هي التالية. السؤال الأول: شو بده بيريز من تذكير العالم بفضل بشار الأسد على إسرائيل؟ بده إنقاذه. المفارقة أنه بنفس الوقت اللي كان بيريز بروسيا عم يمدح فضائل بشار الأسد بخصوص الهدوء على الحدود السورية الإسرائيلية، كان بشار على قناة روسيا اليوم عم يرجع يذكر بدوره بعملية السلام، وأنه علاقته مع إيران ولا مرة كانت مانع للسلام. واحد عم يحكي من روسيا والثاني عم يحكي بالإعلام الروسي. اسمعوا بشار الأسد.
ليس لدينا خيارات متناقضة بهذا الشأن، والسبب هو أنه كان لدينا علاقات جيدة مع إيران منذ العام 1979 وحتى الآن، وعلاقتنا تتحسن باستمرار، لكننا في نفس الوقت نتحرك نحو السلام. كان لدينا عملية سلام ومفاوضات سلام، ولم تكن إيران عاملا ضد السلام. هذه معلومات مضللة يسعى الغرب لترويجها، وهي أننا إذا كنا نريد السلام فلا ينبغي أن يكون لدينا علاقات طيبة مع إيران. ليس هناك أي علاقة بين الأمرين، إنهما موضوعان مختلفان تماما. تصريح بيريز وتصريح بشار الأسد اثنيناتهم بيتقاطعوا عند نقطة وحدة: محاولة إعادة إنتاج بشار الأسد مرة جديدة كأحد عناصر الاستقرار بالمنطقة. أنه يا خيي هول بيت الأسد مهمين للاستقرار، مهمين لأمن إسرائيل، أساسيين لأمن إسرائيل. تفضلوا يا مجتمع دولي أمنوا لنا بديل بنفس مستوى العمالة أو احموا بشار الأسد. هذه هي القصة. السؤال الثاني: شو لازم يكون حزب الله عم يعمل هلأ بعد تصريحات بيريز عن الأسد؟ لازم يكون عم يحارب النظام. عم تحلموا. السؤال منطقي والجواب منطقي. لما بيريز بيقول انه اسرائيل ممنونة لبيت الاسد بسبب الهدوء بين سوريا واسرائيل، لازم منطقيا يكون عم يعطي حافز لحزب الله انه يقاتل سوريا باعتبارها هي اسرائيل الداخل. مش هذا منطق 7 ايار؟ شو صار ب7 ايار؟ بوقتها اعتبر حزب الله انه في فريق داخلي لبناني هو اسرائيل الداخل عم يتآمر على المقاومة، عم يقدم خدمات لإسرائيل، عم يقوي إسرائيل من خلال مسألة نزع شبكة اتصالات حزب الله الخاصة. فقام قرر يشن عملية ضد هيدي الإسرائيل الداخلية. هيدا منطق حزب الله ب7 ايار. عظيم. طيب شو كان عم بيصير بوقتها بفترة 7 ايار؟ بنفس اليوم يلي تم فيه توقيع اتفاق الدوحة، بذات النهار كشفت تركيا عن مفاوضات إسرائيلية سورية عبر تركيا بنفس اليوم. طبعا هيدي الصحيفة ب 22 يوم الأربعاء، يعني عم ريبورت عن النهار اللي قبل، عن 21 أيار 2008 عندما وقع اتفاق الدوحة. يعني بالوقت اللي حزب الله كان عم يقاتل عملاء افتراضيين لإسرائيل ببيروت هن 14 أذار، كان الرئيس المقاوم بشار الأسد قاعد مع إسرائيل الحقيقية، مع إسرائيل الفعلية، عم يتفاوض معها، عم يجرب يلاقي تفاهمات معه. وبتعرفوا انتم انه برأي حزب الله السلام هو اكبر خدمة لاسرائيل. يعني كان بوقتها بشار الاسد عم يقدم اكبر خدمة لاسرائيل. مين كان عم ياكل قتله؟ نحن. فبالتالي حتى لو اسرائيل اليوم مدحت بشار، لا بشار بيقلق ولا حزب الله بيقلق. حتى لو اسرائيل انغرمت ببشار وجربت تتعوم بشار وتقنع العالم انه بشار لازم يبقى، هيدا موضوع ما بيقلق حزب الله. ليه؟ لانه في سبب منطقي وبديهي. بشار الأسد مقاوم، بشار الأسد ممانع. تبقوا سلموني على الممانعة. تصبحوا على خير.